شباب مساء الفل. هعلمكم ازاي تفكوا ريدمي 8 ريدمي 10 تي. ريدمي 10 تي هنفكه ونغير الشاشة. انا فاكك الظهر بس بوريك هنخش منين. هنخش من اي طرف من هنا، بتخش بالبلاستيكة وتبدأ ما تطولش عن كده الجزء ده كده. هتبدأ بقى كده تحرر الظهر ده كده، ومن هنا نفس القصة. تمام. هتلاقي في دبل فيس في الحتة دي، شايف كده؟ تخش بالبلاستيك، تخش بالبلاستيكة دي هنا كده، شايفها كده، وتبدأ ان انت تحرر كده. فهمت؟ عشان تخلص الدبل فيس ده. وبعدين هنا بالدبل فيس ده تمشي لحد هنا كده وتقف، عشان في هنا زرار بصمة مش عارفين في فلاتة هنا ظاهرة ولا لا. وبرضه هتحرر لحد هنا كده. طيب لما اجي افتح من هنا كده، شفتوا كده؟ هتلاقي دي الكاميرا دي هتلاقي راكبة، بس انا فاككها. فهمتوا؟ الكاميرا دي هتلاقي راكبة، يعني هتلاقي المنظر ده كده. بس هوريك ازاي عشان بس تبقى عارف الدنيا. هتلاقي المنظر ده، هتبدأ تفك المسامير وتطلع بدي الأول. بعد ما تطلع بدي المنظر ده، بعد ما تفك تبدأ تحرر من هنا كده. هتلاقي في فلاتة عندك راكبة هنا، هتلاقي الفلاتة دي راكبة بالشكل ده كده. ماشي؟ هتروح فككها. تمام؟ بعدين بطارية اهي، موضوع بسيط. والفلاتة دي كده الموضوع بقى أبسط بكتير. وتبدأ بقى تفك ايه؟ البطارية. الجهاز ده أول مرة يتفك، شايفين؟ هتمسك دي أول مرة تفك قدامكم. هتمسك دي، مش هتمسك لي دي، هتمسك دي عشان تفك البطارية كده، تطلع معاك بالسهولة دي. تمام. البطارية طالعة نضيفة زي الفل اهي. ودي فلات الشاشة اهي. هتبدأ تمسك دي بقى كده وتطلعها من هنا عشان تبقى باينة معاك. فلات الشاشة دي كده مش فارقة معايا في حاجة، أنا بطلعها كده وببيتها تاني عادي. دي فلات الشاشة اهي، بس هتطلع بيها، تطلع بالشاشة. وبعد ما تطلع بالشاشة ركب الشاشة الجديدة، وشكرا على كده. هي دي طريقته، مفيهوش أي حاجة تاني. حبايبي يا رب أكون نفدتكم. تعال نركب الشاشة مع بعض. دي الشاشة الجديدة، بنشيل منها بس البلاستيكة دي اللي على الكاميرا، شايفها؟ في بقى فلتر بيبقى على الكاميرا القديمة اللي هي دي، على الشاشة القديمة دي، فلتر اسود ما تسيبوش اهو، شايفين؟ فلتر صغير كده. اركبه هنا تاني، شفتوا؟ فنيات صغيرة بس هتنفع معاكم. ليه؟ لان انت لما تيجي تركب بعد كده ما تلاقيش مثلا الكاميرا الامامية هو بيفتحها يلاقي فيه عاكس ضوء، يلاقي الفوكس مش مظبوط، يلاقي مثلا في الإضاءة مش مظبوط، في حاجة غلط. تعالى بقى هنا للشاسيه، هنا وتحط مادة رفيعة كده. كده كويس. ننزل بقى بالشاشة، ننزل من تحت الأول، شايف؟ بسقط تحت الأول عشان الفلاتة بس. ادي الشاشة بانت معايا مصنع. نزل بقى السوكت بتاع الفلاتة عادي. طبعا هنجرب الشاشة دي الأول قبل ما نلزقها، يعني احنا دايما بنعمل ايه؟ بنجرب الأول. تمام زي الفل، الأمور كويسة، خلاص
هتلزق بقى وانت مطمن. نرجع بقى كل حاجة زي ما كانت مكانها، زي ما علمتكم فكيته ازاي. هترجع بنفس الخطوات في التركيب. الأمر بسيط جدا. تحت الفلاش لازم تبيتها من تحت الأول. أبيت في المجرة دي، مجرة صغيرة هنا كده بس، ونقفل المسامير. خليكم معايا دقيقة لحد ما أقفل. اديني قفلت المسامير، مش بقى عندي غير الظهر. الدبل فيس بتاعه شغال، بس ندي كام نقطة كده خفيفة يعني. أنا عارف إن الظهر شغال والدبل فيس كويس، بس تأمين، بس نقط خفيفة، ما بحطش بقى إيه خط مادة، نقط بس كده. دلوقتي الجهاز رجع معايا أكن مفيش حاجة حصلت فيه. بس حبايبي يا رب أكون فاتوكم. بصوا الحلاوة، مسطرة. بس حبايبي